الله الله على الحواوشي الاسكندراني وجماله. النهارده بقى يا قمر هنعمل مع بعض احلى رغيف حواوشي زي ما انتوا شايفين كده، بعجينه سهله جدا جدا وبسيطه. وكمان عملت منه الحواوشي الساده، وكمان عملت منه بالصلصه كده وحبه البركه بقى والسمسم، وهتاكلي احلى رغيف حواوشي اسكندراني النهارده من ايد ام ملك. بس خليكم معايا في الخطوات بتاعته، هتعجبك باذن الله. واتمنى بس ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. وحاجة كمان مش هتخلي معاكي اللحمة تكش منك خالص، وكمان تضاعفي كمية اللحمة بكل سهولة بحاجات موجودة عندك في البيت. ان شاء الله بإذن الله يعجبك جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، رغيف الحواوشي جميل جدا. واحلى حاجة انك تخلي العجينة بتاعته خفيفة بالشكل ده، اللهم بارك. ندخل بقى يا حبايبي كده على الفيديو بتاعنا ونسمي بسم الله. معايا كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا كمان 3 حبات من البصل، عليهم قرنين فلفل اخضر. طحناهم كويس في الكبة ومصفياهم طبعا من المية بتاعتهم، تمام. ومعايا هنا حبايتين من البطاطس المسلوقة، وقرنين من الشطة الحراقة اخضر واحمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا البطاطس برضو بتضاعف كمية اللحمة، بس اهم حاجة ما تكتريهاش، هم حبتين بس صغيرين كده، وتهرسيهم كويس. وتنزلي بقى بكل المكونات دي، ونبدأ بقى في التوابل بالشكل ده. توابل سهلة جدا. معايا حطيت ملح، واحط كمان توابل حواوشي، وكمان شوية من السبع بهارات، وشوية من القرفة المطحونة بس شوية صغيرين خالص. وكمان معايا هحط شطة، وهحط بابريكا، وهحط كزبرة ناشفة، وكمان هضيف فلفل اسمر وشوية كمون صغيرين. وكمان اخر حاجة معايا معلقتين من الزيت. هنعجن بقى يا حبايبي اللحمة دي كلها بالتوابل لغاية ما تدخل معاكي، تبقى كلها عجينة واحدة. نسيب بقى المعلقة دي وبايدينا بقى كده شوية نلتها كده زي العجين بالظبط. انا عاملة اللحمة دي متبلاها من بالليل، بس مش عايزة اقول لكم على طعمها وريحتها. بجد بجد احلى رغيف حواوشي. حتى لو هتعمليها كفتة خليها برضو اللحمة متبلة من بالليل، بجد بتبقى جميلة جدا. طبعا لو مستعجلة عادي ممكن تعمليها وعلى طول مفيش مشكلة. نيجي بقى للعجينة بتاعتنا كده بالشكل ده. معايا كيلو من الدقيق، عليه باكو خميرة فورية، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقة صغيرة من الملح، وشوية من البيكنج باودر. عجينة بجد جميلة جدا جدا وهشة وجميلة. بس انا ضفت بقى حاجة عليها كمان بجد، يعني هتخليكي تاكلي لقمة العيش يعني اللي ما فيهاش لحمة قبل اللي فيها لحمة بجد. اللي ضفت ربع معلقة كده من الزعتر، وكمان معلقة من السمسم الابيض، معلقة كبيرة من السمسم الابيض. بجد مش عايزة اقول لكم الزعتر مخلي طعم العجينة عامل ازاي، مخلي طعم رغيف الحواوشي بجد جميل جدا جدا. قلبت بقى كل المكونات الجافة بالشكل ده، وببدأ انزل بالمية الدافية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في الشتاء المية بتاعتنا لازم بتكون دافية، تمام يا قمر. طبعا بتعملي المية الدافية على حسب الدقيق ما يلم معاكي، تمام. بنضيف واحدة واحدة كده. العجينة بقى بتاعتنا النهاردة مش عجينة ملزقة زي ما انا بعملها في الفيديوهات اللي فاتت او في اي عجينة تانية، لا. لازم تكون العجينة بتاعتك يعني ايه، ناشفة سنة بسيطة كده، تمام. بس مش ناشفة خالص علشان تعرفي تشكليها زي ما انت عاوزة. ناشفة سنة كده عشان طبعا نعرف نفردها. نيجي بقى معلقتين زيت كبار بالشكل ده كده، ونبدأ نلت العجينة بتاعتنا بقى لتة جامدة كده زي ما انتوا شايفين، لغاية ما هتبقى ملمسها اللهم بارك ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده عجينة جميلة جدا جدا، لا هي ناشفة ولا هي طرية وملزقة، تمام. نلمها كده، وهبدأ ان انا احطها في الطبق وهدهن وشها زيت، واغطيها بكيس بلاستيك. ونجيب طبعا يعني الحاجة اللي بتخمر بقى بسرعة زي ما وريتكم الفيديو اللي فات، طبق تاني ويكون فيه مية سخنة، وننزل بالطبق ده في قلبيه ونغطيه بفوطة. بجد العجينة ما بتكملش نص ساعة وتكون خمرانة معاكي. طبعا في الشتاء بتاخد وقت طويل، فانا بعمل على طول المية السخنة دي، ما بتاخدش معايا وقت. طلعت اللحمة بقى، ونيجي للمعلقة اللي مش هتخليها تكش خالص منك، هي معلقة الطحينة. معلقة الطحينة على اللحمة بجد ما خلتش اللحمة تكش خالص، وما شاء الله جميلة جدا جدا وخلتها متماسكة معايا.
قلبتها كده كويس، طلعت اللحمه طبعا تهدى من السقعه بتاعتها من التلاجة، طبعا بايته من امبارح في التلاجة. فانا طلعتها بقى وضفت لها معلقه الطحينه وعملتها كور بالشكل ده علشان تبقى جاهزه معايا. اللي وصل بقى معايا هنا في الفيديو حط لي لايك كتير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتنا ما شاء الله جميلة جدا جدا، ولا بتلزق ولا فيها اي حاجة. رشة دقيق بس كده عشان نبدأ نقطع. قطعيها بقى كور الحجم اللي انت عايزاه. يعني انا الكيلو الدقيق ده عمل معايا اللهم بارك 20 رغيف او 21 رغيف كمان، فاهمني؟ فممكن تكبري العجينة عن كده، ممكن تقلليها طبعا علشان بنعمل رغيفين على بعض، فممكن ان هو في الاخر ما يديكيش 20 رغيف حواوشي، فاهمني؟ لان هنعمل كذا شكل النهاردة، خليكم معايا وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. جبت بقى يا حبايبي كده، انا اشتغلت في اول واحدة على طول مقطعاها، يعني ما سبتهاش ارتاحت ولا حاجة. اول واحدة بترتاح على ما بتخلصي تقطيع العجين كله، تمام. جبتها بقى بالعجلة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى العجلة دي ايدي ورجلي كده زي ما بيقولوا في المعجنات كلها. في طبعا ممكن تفردي بالنشابة على حسب ما انتي متعودة، تمام. بس احنا هنا في الفلاحين العجلة دي اساسي في كل حاجة، انما النشابة دي لا بصراحة ما بتاكلش معانا خالص. زي ما انتم شايفين كده فردت رغيفين قد بعض بالشكل ده، وهبدأ ان انا اجيب اللحمة بتاعتي وهفردها على رغيف العيش. شايفين بقى ما شاء الله العجينة بتاعتي، بصوا لا بتلزق ولا بتروح مني في اي حتة، ما شاء الله جميلة جدا جدا. نفرد بقى اللحمة بالشكل ده ونبدأ نغطي بالرغيف التاني زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ونقفل بقى كويس. اهم حاجة التقفيلة بتاعة الرغيف بالشكل ده، بجد ما شاء الله جميل جدا جدا. بصوا بقى يعني لوحة فنية قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله الرغيف خلص معايا بالشكل ده. نجيب بقى معلقتين صلصة وعليهم كده نخفهم بشوية مية صغيرين. ممكن تضيفي تحطي ملح، وممكن تضيفي كمان يعني سنة صغيرة زعتر كده، بجد هتخليلك برضو طعم الصلصة جميل جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده ضفت ملح وفلفل، بس انا ما حطيتش زعتر علشان انا حاطه في العجينه، تمام. دهنت بقى وش الرغيف كده. يعني في ناس تقول لي يا ام ملك الحواوشي الاسكندراني ما بتحطلوش صلصه من فوق، بس انا حبيت ان انا اعمل تغيير كده فيه، فاهمني؟ فانا عملته كده، ورشة حبة البركة ورشة سمسم، وكان ما شاء الله جميل جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الرغيف اللي كان عليه صلصة ده اتاكل، وكان بجد حلاوته كان جميل جدا جدا، احلى كمان من الرغيف وحطيت اللحمة في النص بس منه، وببدأ ان انا اقفل النص التاني بالشكل ده، تمام. ده شكل تاني كمان من رغيف الحواوشي. عملنا المدور وعملنا اللي هو ايه زي الهلال ده كده زي ما انتوا شايفين. ده شكل تاني برضه اهو من غير صلصة، علشان اللي بيحب ياكل من غير صلصة واللي هيحب ياكل بصلصة، يعني نبقى ايه ملبيين طلبات الجميع زي ما انتوا شايفين كده بقى. وعايزه اقول لكم ان البنات كمان كانوا واقفين على دماغي عايزين بيتزا يا ماما عايزين بيتزا، فعملت لهم كمان، ما حبيتش ازعلهم بحاجات بسيطه كده، يعني ايه ضحكت عليهم. يعني هي يعني تعتبر نص بيتزا مش بيتزا قوي يعني، لان في حاجات ناقصه فيها، بس انا ما حبيتش ازعلهم. ممكن كمان تعملي بالشوكه كده للرغيف علشان ما يقبش منك في الفرن. جبت بقى واحدتين كده من العجين وفردتهم في الصواني بتاعتي طبعا مدهونه زيت. ده بس للامان بس مش اكتر، فهو ما بيلزقش ما تخافيش لان انت فرداه على دقيق. وفردت كده اللحمه، وكمان فردت عليها لانشون بالشكل ده، ومعايا طماطم وقرن فلفل كده مقطعاه. بس بصراحه يعني ما اضحكش عليكم، لا كان عندي جبنه ولا كان عندي زيتون، بس عملت لهم كده علشان ما يزعلوش بالشكل ده، حاجه بسيطه كده يعني، مسهلين الحكايه خالص زي ما انتوا شايفين. خلصت بقى يا حبايبي كل الحواوشي كده بالشكل ده. طبعا كان في صواني تانية بس انا ما حبيتش يعني اظهر الصواني كلها.
فطبعا عمل معايا كمية حلوة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. شغلت بقى الفرن نارك وسط فوق وتحت، اللهم بارك. هيطلع معاكي احلى رغيف حواوشي بالشكل ده. بجد يعني تسلم ايدي، بجد كان جميل جدا جدا. انا كنت بجيب الاول وبعمله في العيش اللي هو البلدي السياحي اللي هو الجاهز، بس بجد لما عجنت في البيت خلاص قررت ان انا مش هعمل خالص اشتري عيش من بره. بجد جميل ووفر عليا، وكمان بيشبع عن الرغيف اللي هو الجاهز. جميل جدا جدا، اللهم بارك ما شاء الله. اتمنى بس تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم باذن الله. واهم حاجة بقى الكومنت الحلو اللي انا بستناه منكم. تمام. وكمان تخلي العجينة بتاعتك خفيفة شوية، حاولي ما تخليش العجينة تبقى تخينة، رغيف الحوشي يكون تخين. ما شاء الله جميل جدا جدا. يعني انا الفيديوهات ديت عملت لكم ما شاء الله معجنات كتير جدا. طبعا انتوا عارفين ان الشتاء بيحب المعجنات شوية. وكمان ودي البيتزا بتاعتنا، اللحمة استوت وكل حاجة استوت. الف هنا للي ياكل.